بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي متابعي قناة ملعب مصر ايجيبت ستاديوم في كل مكان. معاكم سيف الدين وحلقة جديدة من حلقات الأخبار. قبل أبدأ طبعا أخبار معاكم النهاردة، اشترك في القناة بسرعة وفعل الجرس ولايكات كتير وشير وكومنت، ويلا بينا نبدأ أخبارنا. طيب، أول حاجة عايز أقولها كده بالنسبة لنادي غزل المحلة، فبعد طبعا فوزه على نادي الإسماعيلي، وبعد فوزه على كمان نادي أسوان، نادي غزل المحلة صرف مكافآت للاعبين. طيب، زي ما انتوا عارفين كده ان ربيع ياسين خلاص مش موجود في نادي أسوان. طب السؤال هنا، هل ربيع ياسين ممكن يدرب فرقة تانية ولا لأ؟ طيب، القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان لو هو استقال من النادي فمش هيدرب فرقة تانية خلال الموسم ده، ولكن لو النادي هو اللي أقال المدرب فبإمكانه تدريب فرقة تانية، يعني مرة تانية بس. وليكن لو ربيع ياسين دلوقتي راح درب فريق تاني في الدوري الممتاز والفريق ده مشاه، فخلاص كده مش هيدرب لنهاية الموسم. طيب، منتخب مصر الشباب اللي هو 2006 عندهم بطولة في الشهر اللي احنا فيه ده اسمها بطولة شمال أفريقيا، دي هتتلعب في الجزائر. طيب، قبل بس ما اقول اي حاجه تخص البطوله، عايز اقول ان منتخب الشباب ده لعب مع الجزائر ماتش ودي يوم 2/11 وكسب 2-0. اللي سجل اهداف علي نوفل في الدقيقه 10، وفي الدقيقه 14 سجل عمر سيد معوض. طيب، نيجي بقى للبطوله نفسها. البطوله نفسها هتبدا يوم 8/11. بالنسبه لمصر هقول لكم جدول مصر، يعني يوم 8/11 مع ليبيا، يوم 11/11 مع تونس، 14/11 مع المغرب. ان شاء الله لو لقيت معلومات عن الماتشات دي هبقول لكم نتائجها او اي حاجة عنها. طيب، نادي الاتحاد السكندري عمل حاجة انا بالنسبة لي شايف انها شيء كويس جدا. منع او عمل حظر لظهور لعيبته والجهاز الفني بالكامل في الاعلام الا باذن من رئيس النادي. طبعا ده فيما عدا اللقاءات اللي بتتعمل اللقاءات الصحفية اللي بتتعمل بعد اللقاءات الرسمية. طيب، عايز اقول كمان سيف الدين الجزيري موجود في منتخب تونس. صديق اجولا بتاع لاعب سموحة طبعا موجود في منتخب نيجيريا. اما طبعا عبد الله نصيف موجود في منتخب الاردن، وطبعا مدافع نادي الاتحاد السكندري. طيب، حاليا بالنسبة طبعا للنجوم وقضيته مع الإسماعيلي، فعايز أقول حاليا ال- المبلغ اللي المفروض إن الإسماعيلي هيدفعه حاليا هو 30 مليون. وفي ظل الأزمات المالية دي كلها قرر الإسماعيلي طلب قرض من الشباب والرياضة ب60 مليون جنيه. طيب، سؤال، هل في مفاوضات من الاتحاد السكندري مع كريم الدبيس، زياد طارق، محمد محمود؟ حتى الآن لا. نادي أسوان خلاص استقر على مدربه، والمدرب هو أيمن الرمادي. من هو أيمن الرمادي؟ طيب، أيمن الرمادي ده مدرب مصري كان لعب قبل كده في المقاولين والفيوم ودمياط والقناة وكمان أسوان. طيب، وجاله بعد كده قطع في الرباط الصليبي واعتزل كرة القدم. أما عن مسيرته التدريبية فهو قضى معظم مسيرته التدريبية في الإمارات مع نادي دبي، وده طبعا كان في الدرجة التانية، وصعد معاه للدوري الإماراتي الممتاز يعني. وكمان
الشارقة والزفرة وعجمان واتحاد كلباء، وبرضه دول كانوا في الدرجة التانية وصعدوا معاه للدوري الإماراتي الممتاز. طيب، أما آخر خبر معايا فهو المفروض سمير كمونة كان هينضم لجهاز أيمن الرمادي ولكنه اعتذر. أما عن الونش فالونش سافر إنجلترا هيعمل هناك العملية وبس كده. وبكده تكون خلصت حلقة الأخبار النهاردة معانا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة أخبار كتيرة جديدة جاية وممتعة. سلام.